امبارح اتسرق متحف اللوفر، اكبر المتاحف زياره في العالم. السنه اللي فاتت بس سجل اكتر من 9 مليون زائر. والصدمه هنا كمان لما تعرف انه اتسرق في 7 دقايق بس، يعني تقدر تقول اسرع عمليه سرقه في التاريخ. وزير الداخليه الفرنسي طلع بنفسه وقال ان ديت مش سرقه عاديه، دي خطه محبوكه من فريق محترف، ودرسوا مداخل ومخارج المتحف كانه ميدان حرب، واتحركوا بدقه عاليه جدا. اما وزيره الثقافه الفرنسيه فقالتها بصراحه اللي حصل ده كارثه، هزت الرأي العام الفرنسي والعالمي كله. وعلشان تبقى معايا في الصورة لازم تعرف ان اللي اتسرق من المتحف 8 قطع أثرية من مجموعة مجوهرات نابليون التي لا تقدر بثمن. ومش انا اللي بقول كده، ده وزير الداخلية الفرنسي هو اللي قال ان المجوهرات اللي اتسرقت لا تقدر بثمن. وهنا خلينا اديلك معلومة بسيطة علشان تبقى شايف الصورة واضحة قدام عينيك. متحف اللوفر اتسرق من حوالي اكتر من 100 سنة، يوم 21 اغسطس 1911، واتسرقت منه لوحة الموناليزا. اكيد كلنا عارفينها. لوحة الموناليزا اتسرقت على ايد راجل ايطالي كان شغال ساعتها في المتحف، ورغم كده ما اتعلموش اي حاجه من السرقه اللي فاتت. بس اللي بيضحك هنا ان وزير الداخليه الفرنسي بيوصف ان سرقه المتحف اللوفر امبارح تمت على ايد محترف جدا وعلى كفاءه عاليه قوي. بس خليني اقول لك ان السرقه تمت على ايد 4 اشخاص فقط، ونفذوا السرقه بطريقه تقليديه جدا. ولما الشرطه جت وراجعت الكاميرات لقوا ان اللي عمل كده 4 اشخاص بس، وجايين بونش، عربيه من اللي بتطلع العزال وفيها سلم، طلعوا للدور الثاني ومعاهم منشار كهرباء، قصوا الازاز ودخلوا سرقوا التحف ونزلوا على السلم تاني. كانوا مجهزين الموتوسيكلات تحت، ركبوا الموتوسيكلات وطاروا. العمليه ديت استغرقت 7 دقائق، وبكده كانوا خلصوا العمليه نهائي. بدأت من 9:30 لحوالي 49 دقيقة، يعني قبل المتحف ما يفتح أبوابه بدقايق. واختاروا الوقت ده بالذات عشان ده كان وقت تغيير الشفتات. اختاروا اليوم والتوقيت المناسب علشان يقدروا ينفذوا العملية في 7 دقايق وينجحوا ويقدروا يهربوا كمان. والسلطات الفرنسية جت من كام ساعة وقالت إنها لقت أحد المجوهرات اللي كانت مسروقة، لقوها خارج المتحف ومتحطمة. القطعة دي كانت عبارة عن تاج الإمبراطور أوجونيت زوجة الإمبراطور نابليون. وخليني أقول لك إن التاج دوت كان من أهم التحف اللي موجودة في المتحف، معمول بتصميم فاخر جدا وفيه أكتر من 2500 ماسك وعدد من الزمردات النادرة في العالم. ده غير إنه رمز لتاريخ الإمبراطورية الفرنسية. واتقدرت قيمة المسروقات بحوالي 200 مليون دولار. علشان تعرف قيمة الكارثة اللي فرنسا اتعرضت لها، في 7 دقايق بس فرنسا اتقلبت على بعضها. والناس بتتكلم بتقول لك ايه الاكشن اللي حصل ده زي الافلام بالظبط. هو فيلم بس كوميدي مش اكشن خالص. لما يكون اللي سرقوا اكبر متحف على مستوى العالم 4 اشخاص بس، ويكون في عز النهار، والعمليه بتتنفذ اصلا عن طريق ونش يرفعهم للدور الثاني، وكل الامكانيات اللي معاهم انهم معاهم منشار كهرباء بيقطع الازاز علشان يدخلوا يسرقوا مجوهرات اثريه بقيمه 200 مليون دولار. بعد ما يخلصوا يركبوا موتوسيكلاتهم ويهربوا، لقوا ايه كل دوت في 7 دقائق بس. لقوا كمان فين؟ في فرنسا، من اقوى دول العالم، دوله مش ضعيفه مش اي كلام. وهنا خليني اقول لك ان هم ما يقدروش يوصلوا لاي حد من اللي نفذ السرقه، ولا لو اي دليل عليه، ولا كان في مطارده، ولا كان في اي حاجه من انواع الاكشن خالص. ده لو هيبقى فيلم مش هيبقى حتى كوميدي، هيبقى فيلم خيالي. وهنا هيجي سؤال مهم جدا لحضرتك، يا ترى فرنسا هتقدر توصل للي عمل كده، ولا سرقه متحف اللوفر اكبر متحف على مستوى العالم هتتأيد ضد مجهول؟